بتاخد اي نوع من انواع الادويه اللي بتعالج ارتفاع الكوليسترول؟ بتحس ساعات معاها بالذات لو انت سيده بوجع في العضلات، او انك لما تيجي تشيلي حاجه مش قادره تشيليها؟ دي واحده من اهم الاعراض الجانبيه بتاعتها. انا مش جاي اقول لك انك توقف الدواء، اوعى توقفه، لان احنا عندنا حالات معينه بس اللي بناخد فيها القرار ده. ولكن جاي اقول لك على حل مهم جدا. في عندنا مكملات غذائيه بيكون ليها تاثير كبير جدا في تحسين اداء ادويه تخفيض الكوليسترول ومنع كمان الاعراض الجانبيه بتاعتها على مستوى العضلات. مش كده وبس، وهتحافظ كمان على عضله القلب وتحسن الاداء بتاعها وتقلل فرص لا قدر الله الاصابه بمشاكل القلب. اول واحد بالنسبه لنا هو الكو انزيم كيو 10، اسمه الكو كيو 10، وده محتاجينه بتركيزات ما تقلش عن 300 مللي جرام في اليوم. وهنا بقى التركايه، لان اغلب المكملات اللي كان فيها الكو انزيم كيو 10 كان عاده تركيزها قليل. دلوقتي في بعض حاجات تركيزاتها 100 و300، فلما تروح الصيدليه تسال على التركيزات ال 100 او ال 300% تاخدها 3 مرات، وال 300 على الاقل مره واحده بس في اليوم. وزي ما قلت لك ليه دور ايجابي جدا كمان في الحفاظ على عضله القلب. نيجي بقى لمكمل تاني برضه ليه تاثير ايجابي على تحسين الاداء بتاع ادويه تخفيض الكوليسترول والحفاظ برضه على العضلات، وهو ال كارنيتين. برضه ستادز كتير لقت اضافه ال كارنيتين بجرعات توصل لحد 2 جرام يوميا ليها دور كبير في تقليل معدلات اجهاد العضلات اللي بيحصل. وهنا انا بتكلم على ال كارنيتين اللي ليه دور اصلا في تحسين معدلات انتاج الطاقه جوه العضلات عشان حرق الدهون. مفيش دهون هتتحرق من غير ما يتفتح لها الباب بتاعها، اللي معاه مفتاح الباب بتاع ادخال الدهون للمحرقه هو ال كارنيتين. رقم 3 وده عاده موجود عند اغلب السيدات وهو فيتامين دي. نقص فيتامين دي ليه دور كبير جدا في زياده فرص الاصابه بوجع العضلات اللي بيحصل مع استخدام ادويه نقص الكوليسترول. وعشان كده نصيحتي حضراتكم قبل ما نبدا ادويه العلاج بالكوليسترول نطمن على فيتامين د بتاعنا او ناخده بشكل منتظم، ومع بدايه العلاج ناخد على طول الكو انزيم كيو 10 بجرعات توصل ل 300 مللي جرام في اليوم. ممكن بعد كده نبقى نحتاج نضيف ال كارنيتين، وبكده تبقى انت حافظت على عضلاتك وساعدت الدواء ان هو كمان يشتغل. وافتكر دايما ان صحتك اهم.